السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي أمل صيام. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض العيش الرائع ده، سواء بقى تعمليه في الفرن أو هتعمليه على البوتاجاز من فوق، حاجة كده عظمة. حتى أنا كمان يعني عاملة السرعة بالراحة عشان تشوفوا قد إيه بيقب وبيبقى جميل. يلا بينا بقى نشوف العيش الحلو ده إزاي ممكن نعمله في البيت، لو حتى ما عنديش فرن أو في فرن البوتاجاز أو على البوتاجاز من فوق. هيعمل معاكم بسم الله ما شاء الله، والكيلو هيروم معاك كمية كبيرة جدا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين العسل والجمال؟ يلا بينا. انا جبت كيلو دقيق، نزلت عليه بمعلقة صغيرة من الملح وتوهت الملح كويس، وبعدين معلقتين كبار من السكر على معلقة خميرة كبيرة ونص معلقة من البيكنج باودر، وقلبت كل العظمة دي كلها مع بعضها. وبعد كده لو عندك حبة فانيليا حبة تحطيهم حطي، مش حبة خلاص. ويلا بينا بقى نعجن العجين الحلو ده. هنعجنه بايه؟ هنعجنه طبعا بحليب. طيب ليه الحليب؟ علشان بيخلي طعم العيش حلو. طب عايزه اعجنه بميه اعجني بميه مفيش مشكله، عايزه تحطي زبادي حطي، بيخلي طعم العيش حلو جدا. وفي الاخر خالص لما عجننا العجينه نزلت بيه ربع